السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وشيقة، وأكيد فيها الدروس والعبر. وحكايتنا لليوم بعنوان الدين النصيحة، حيث تقول الحكاية: أن كان هنالك بحيرة شديدة الجمال تعج بالحياة من الحيوانات والطيور وتحيط بها الأشجار والنباتات الجميلة، والزهور الرائعة. وكان من ضمن تلك الحيوانات سلحفاة، وأيضا بطتان جميلتان، واحدة لونها أبيض والثانية لونها أسود. وكانت بينهم علاقة صداقة، بين البطتان والسلحفاة وكانوا يمضون أجمل الأوقات بمحبة وإخاء جميلين، حيث يلعبون مع بعضهم، ويأكلون مع بعضهم البعض، بل يقضون كل اليوم معا، مما أصبحت العلاقة بينهم قوية، والترابط بينهم أقوى وأقوى. لذا لم يفترقوا من بعضهم بعضا. لكن كان للسلحفاة عيب كبير، فهي كانت كثيرة الكلام، حيث كانت تتحدث مع الجميع، حتى يشعر الناس منها بالضيق، فهي تتكلم عن أسرارهم، وتنقل الكلام بينهم. مما يتسبب هذا النقل في بعض الأحيان إلى نشوب مشاكل بين الحيوانات، وكانت البطتان كثير ما ينصحانها بأن كثرة الكلام ونقل الحديث بين الحيوانات مضر ويجلب المشاكل. وكانت السلحفاة تستمع للنصيحة، لكن وما أن تمضي الأيام حتى ترجع السلحفاة إلى ذلك، ترجع إلى عادتها السيئة في نقل الكلام. والأحاديث بين الحيوانات، مرت الأيام وانقضت مدة على هذه الحالة، والحيوانات تنعم بالراحة والاستقرار والأمن والأمان، حول هذه البحيرة الجميلة، حتى جاء عام من الأعوام وقل فيه المطر، حتى انقطع عن الغابة، وبدأت مياه البحيرة بالنقصان، شيئا فشيئا، حتى جفت البحيرة تماما، وأصبحت بلا ماء، مما أدى إلى اصفرار العشب، وموت الأزهار والورود، وأصبحت الأشجار بلا ثمار، فغادرت كثير من الحيوانات المكان، وأصبحت البحيرة مهجورة، وتحولت من مكان مخضر كان يعج بالحياة والنشاط إلى مكان مهجور، ليس فيه لا ماء ولا أشجار مخضرة، ولا حتى حيوانات، ولم يتبقى في المكان إلا البطتين الجميلتان، وصديقتنا السلحفاة، والتي أصبحت كبيرة الحجم، وهي بطيئة الحركة. ترى ما الذي سيفعلونه؟ سنعرف ذلك يا أصدقاء، لكن بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا. فاصل ونواصل. أهلا بكم يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل مع برنامجكم يحكى أن، وحكاية اليوم، والتي بعنوان الدين النصيحة. كنا توقفنا قبل الفاصل مع السلحفاة ومعها صديقتيها البطتين، بعد جفاف البحيرة وصعوبة العيش في هذا المكان، بكت البطتان من هذا الموقف، ومعهما السلحفاة، فقد أصبح هذا المكان وطنا بالنسبة لهم، لكن لا بد أن يتركوه، حتى يستطيعوا العيش. فقالوا: يعز علينا مغادرة الوطن ولكن لا مفر من الانتقال والذهاب إلى مكان آخر، يصلح أن نعيش فيه، فهذا المكان أصبح غير مناسب. وغير صالح للعيش فيه. قالت السلحفاة: يا صديقاتي، هل ستتركاني هنا؟ ردت إحدى البطتين بصوت منخفض: للأسف. فأنت كبيرة يا سلحفاة.
قالت السلحفاة: بل سأذهب. بل سأذهب معكما إلى أي مكان، فنحن أصدقاء، وصداقتنا قوية جدا، والصداقة عظيمة جدا. فهي علاقة محبة ومودة، وفي هذا الزمان الصعب، لا يمكن تعويض الصديق الوفي، وأنتما خير الأصدقاء، وأفضل الأخوات بالنسبة لي. لا تتركاني وحدي. فقالت البطة السوداء: حسنا، تعالي معنا يا سلحفاة، وسنقوم بحملك مع بعضنا البعض، سنحملك ونطير بك وعليك أن تمسكي الغصن، عن طريق فمك، ولكن أرجوك لا تتكلمي، فأنت تحبين الكلام، وتذكري سنمر بالكثير، من الحيوانات والناس، وسيعلقون علينا، وأنت إذا تحدثت ستتركي الغصن، وستسقطي منه، فحين يرانا الناس ويعلق علينا لا تردي عليهم. ولا تتفاعلي معهم. وأضافت البطة: إذا تحدثت فاللوم كله سيكون عليك. ردت السلحفاة: حسنا، لن أتكلم، وسأشغل نفسي بذكر الله. هيا نرتحل سويا يا أصدقاء. وبالفعل أحضرت البطتان غصنا، وكان الغصن قويا ومتينا، فمسكت السلحفاة بالغصن عن طريق فمها، وكل واحد من البطتين أمسكت طرفا، وكل واحدة من البطتين أمسكت طرفا من أطراف الغصن، وطارتا في الهواء، والسلحفاة في الوسط. وممسكة الغصن بفمها. فلما رأى الناس ذلك تعجبوا جدا من المنظر، وقالوا: يا سبحان الله، كيف استطاعت البطتان أن تحمل هذه السلحفاة؟ وهي بهذا الحجم؟ الغريب أن السلحفاة لم ترد، لكن لم يمر وقت طويل والسلحفاة لم تتحمل التعليقات، ففتحت فمها وتكلمت: فقالت: ما بكم؟ إنهم صديقاتي. فلما العجب والتعجيب؟ فوجئت السلحفاة بنفسها حين فتحت فمها حيث أفلتت الغصن، وبدأت تهوي من السماء إلى الأرض، فقالت في ندم: لقد نصحتني صديقتاي. ولكن لم أستمع إلى النصيحة. وأضافت: فعلا الدين النصيحة. انتهت الحكاية يا أصدقاء. لقد خرجنا منها بعدد كبير من الدروس، نذكر بعضها ونترك لكم الباقي. فقد عرفنا أن الصداقة شيء جميل، وعلى المسلم أن يكون حريصا في البحث عن أصدقاء جيدين يقدمون له النصح والإرشاد، يقدمون له النصح والإرشاد، ويعينوه على الطاعات، ويمنعوه عن المعاصي، كما حدث مع صديقتنا السلحفاة. كما أن على المسلم قبول النصيحة، فلا بد أن فيها خير له، وفيها المصلحة والفائدة. حسنا يا أصدقاء، ما الذي استفدتموه؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الظاهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم. إلى إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.